أنا رابح سعدان، وقد قال لنا رئيسنا بوتفليقة: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. إنهم يريدون الذهاب إلى المونديال؟ أحقا تريدون الذهاب إلى المونديال أيها الجزائريون؟ نعم، لقد تعبنا من أجل هذا الأمر أيها الملك. سعدان اقترب. تكلم يا سعدان، هل طلب رئيسكم الحماية مني خوفا عليكم أم على أهل الفول والطعامية؟ فإني أرى أنكم ستأكلوهم أحياء. أيها الملك، إن المصريين هم أشد العرب كرها للجزائريين، لأنهم فقدوا حبهم للوطن وصبرهم على المحن، ويعتقدون أنهم أفضل الشعوب لأن نساءهم هم حكامهم، فهم يفتخرون بليلى علوي وفاتن حمامة وليلى مراد وغيرهن من بائعات الهوى. أما نحن فقد استرجعنا أمجادنا في هذه البطولة، واستقدمنا فرساننا من بلاد الروم حتى نقهر كل فرعوني. ولما غلبت الغيرة على قلوبهم عندما انتصر عليهم في معركة البليدة، اعتدوا علينا في القاهرة عندما كنا مجردين من أسلحتنا. أما اليوم فالجيش كله مستعد، فإما الانتصار أو الدمار، وقد أقسمنا على الفوز بهدف على الأقل مقابل لا شيء، وما من دابة على الأرض ستردعنا عن ذلك. أيها الملك، إن كنت في صفنا وهبناك نساءهم وغلمانهم، وإن كنت ضدنا محوناك معهم، فرئيسنا لا يستطيع الرجوع إلى الوراء، ويريدك أن تقسم الملعب إلى شطرين فقط وليس إلى ثلاثة. وإياك أن يغرك المصريون بليلى علوي، فسنحضرها لك بعد المباراة فلا تيأس. أعدك أيها المدرب سعدان أن أقسم الملعب إلى نصفين، وأريدك أن تنكح شحاتة نكاحا لائقا بمهامهم رخيص. أما أنت ورفاقك اذهبوا وعيشوا في أرض سالمين. فوان تو ثري، فيفا الألجيري. معاك يا الجزائر ومعاك يا الخضراء، إن شاء الله تتكالفاو للمونديال. وسلي على بوتفليقة بزاف.